طيب دلوقتي هنتكلم عن فيلم رهبة بين قوسين ورا مصنع الكراسي، بطولة احمد الفيشاوي ونسرين امين وسراء جوبيل وسام ابراهيم، واللي كانت حلوة جدا جدا ومختلفة عن معظم ادوارها مؤخرا. ومعهم كمان مصطفى غريب، واللي ما يعرفش مصطفى غريب فده العترة في مسلسل كبير قوي. ومعهم كمان احمد رمزي اللي بحبه شخصيا جدا، وكميته كانت حلوة جدا مع مصطفى غريب في الفيلم. فيا ترى الفيلم جامد ولا لا؟ خلينا نشوف. مبدئيا كده افيش الفيلم بيدل انه فيلم تحت السلم بامتياز، بس لا، الفيلم جامد وبجد لو دخلت الفيلم هيضحكك جدا. لا بجد هتضحك قوي، ودي حاجه ما كنتش متوقعها خالص من الفيلم. الفيلم ببساطه بيتكلم عن بلطجي بيحصل له حاجه معينه بس مش هنحرقها، والحاجه دي بتغير حياته 180 درجه، وازاي التغيير اللي في حياته ده بيأثر عليه وعلى كل اللي حواليه. الفيلم حلو جدا من ناحيه القصه. الفيلم عامل انه فيلم اكشن، هو مش فيلم اكشن، هو عامل انه فيلم اكشن وبيسف على نفسه كمان. كوميديا الفيلم حلوه جدا جدا، يعني اوقات هتضحك وانت مش عارف انت بتضحك على ايه. فالفيلم خطير من حيث الكوميديا. ما تقولش تاني ان المعلم سيد اتضرب بالجزمه، لو قلتها تاني هموتك. انا ما كنتش متوقع يعني ان هيجي يوم والمعلم سيد يتضرب بالجزمه. يا ما بقول الفيشاوي عموما بيحب الافلام اللي ابطالها كتير، زي القرد بيتكلم مثلا مع عمرو واكد، او ولاد رزق مع احمد عز وعمرو يوسف واحمد داوود. بيبدع في البطوله المشتركه. الفيلم ده ابطاله كتير وكل شخصيه في الفيلم واخده مساحتها بصراحه. ومش عاوز انسى طبعا محمود البزاوي، يا جماعه انا بحب الراجل ده، فشاوي توت له بصراحه في الفيلم. وبرده محمد لطفي كان له لازمه حلوه جدا في الفيلم وهتعجبكم وهتضحككم كل ما يقولها. ونسرين امين بجد من الممثلات الاندر ريتد اللي مش واخدين حقهم مع ممثلات جيلها، فنسرين امين عامله دور كويس جدا في الفيلم. انا عمري ما كنت وحش مع حد، لو شقيت صدري بصفوريا هتلاقي قلبي نضيف، بس الناس بقت غريبة. احمد الفيشاوي عمل دور عالمي في الفيلم ده. اقدر اقول ان احمد الفيشاوي رجع بعد اعماله مؤخرا اللي ما كانتش قد التوقعات، زي فيلم الحارس مثلا. كان تمثيله فيه غريب كده، تحسه ان وشه بارد في الفيلم ويمثل بالراحه لا، احمد الفيشاوي في الفيلم ده رجع ورجع بقوه كمان. ومن ناحيه الاخراج والسيناريو كان لطيف جدا، وصورة والوان الفيلم كانوا حلوين جدا جدا برضه. وانت بتتفرج على الفيلم هتنبهر بالالوان والاحمر والاخضر. الالوان كانت خطيره في الفيلم والكادرات كانت تحفه. ومش بس كده، المخرج كمان لعب على حته الكوميديا البصريه كتير وابدع فيها بصراحه، ده غير كوميديا الافيهات اللي كانت ماليه الفيلم. واحمد رمزي ومصطفى غريب ابدعوا فيها، وسماء ابراهيم اللي كانت بجد خطيره. وكمان في اغنيه المسلم حلوه جدا في الفيلم، لازم تسمعوها. الفيلم بالنسبه لي حلو جدا ويستحق المشاهده، ويستاهل انك تروح له السينما مخصوص. الفيلم كله ممتع الا مثلا ربع ساعه في الفيلم، بس عموما الفيلم جامد وبس كده. ولو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه هتلاقي الانستجرام وتويتر والفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وسلام.